وادعي لهم رب السماء وقولوا امين ان شاء الله. في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت استيقظ الوسط الفني على خبر صادم، وهو وفاة الملحن الشهير محمد رحيم عن عمر ناهز 45 سنة. وفيما استقبلت الأسرة والجمهور النبأ بقلوب يعتصرها الحزن، بدأت النيابة العامة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الوفاة، حيث أثيرت الشكوك لوجود شبهة جنائية للوفاة، وذلك من قبل شقيق الراحل، حيث اتجه شقيق محمد رحيم مباشرة إلى قسم شرطة الهرم، وأبلغ عن وجود إصابات وكدمات على جسد الفقيد، بالإضافة إلى نزيف من الأنف. وبناء على طلبه قررت النيابة نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وبالفعل أثار التقرير المبدئي علامات أثارت تساؤلات، مثل وجود كدمات في الساقين وجرح بزاوية الفم اليسرى وخربشة على الإيد اليمنى، مما دفع النيابة لفتح تحقيق موسع. وكانت استدعت النيابة العامة زوجة الراحل مدربة الأسود الشهيرة أنوسة كوتا، وذلك لسماع أقوالها حول الساعات الأخيرة في حياة زوجها. وفي تطورات جديدة، انتهى منذ قليل الأطباء من الكشف على جثة الراحل للمرة الثانية بعد نقلها لمشرحة زينهم بناء على تعليمات النيابة العامة. وأكد شقيق محمد رحيم أن الأطباء منذ قليل أعلنوا عن نتيجة الكشف، والتي بيّنت عدم وجود شبهة جنائية. وقال شقيقه: لذلك قررنا إقامة صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد. ووجه طاهر رحيم الشكر لكل من تواصل معه لتقديم واجب التعزية في وفاة شقيقه، والشكر إلى كل من حرص على التواجد أمام المنزل لمساندتهم. وكانت كتبت أرملة الراحل محمد رحيم من خلال حسابها: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر بعد صلاة الظهر صلاة الجنازة من مسجد الشرطة 6 أكتوبر على الموسيقار محمد رحيم. أنا بحبك. الملحن محمد رحيم. حبيبي وانا على باله كنت فين يا أنا لا جاية أقولك أجمل إحساس في الكون، يونس في بلاد الشوق وإنك عايشة في غربة، ناديني تلاقيني بحبك ودايبة في عينيك، يعاملني بطيبة وإحساس، في حاجات تتحس. يا ليالي يا المشاعر عيونك أجمل فترة في حياتي يا ملاك عاللي بيحصل لي ابن